الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العلي العظيم. اليوم سنتحدث عن جملة إنجازات وقرارات تم اتخاذها لخدمة الشرائح المحرومة وذوي الدخل المحدود، والذين نحن مكلفون جميعا بخدمتهم، وهي الشريحة المشمولة بالحماية الاجتماعية وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة. كذلك سنتحدث عن إكمال التقديم الإلكتروني وإغلاق النافذة. اليوم هو 23 تشرين الثاني، وكما أعلن في هيئة الحماية الاجتماعية وفي منصة مظلتي أن النافذة الإلكترونية للتقديم للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية تغلق في يوم 22/11. يوم أمس الساعة 12 مساء يعني مع بداية يوم 23 أغلقت النافذة الإلكترونية. عدد المتقدمين هو 2,734,031 متقدم. من اليوم ستبدأ هيئة الحماية الاجتماعية من خلال كل موظفيها وبالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية وكذلك القطاع الخاص بتقاطع المعلومات، تقاطع البيانات. كما تعلمون أن تقاطع البيانات مقدمة مهمة لإنجاز إيصال المستحقات إلى مستحقيها. لذلك هذه دعوة إلى جميع الوزارات والمحافظات والدوائر والهيئات غير المرتبطة بوزارة، وإلى كل مؤسسات القطاع الخاص أيضا، إلى التعاون مع هيئة الحماية الاجتماعية ومع وزارة العمل لإكمال تقاطع البيانات بأسرع وقت ممكن، لأننا لا نستطيع أن نبدأ بعملية البحث وإجراء البحث الميداني قبل إكمال تقاطع المعلومات. التحضيرات لإطلاق هذا الاستهداف ستكون بالتأكيد حسب نسب الفقر في المحافظة، على مستوى المحافظة والقضاء والناحية والقصبة أو الحي السكني. ستكون هيئة الحماية الاجتماعية وكل كوادرها والباحثين الاجتماعيين باستنفار تام، وهي فرصة أيضا لنجدد نداءنا إلى مجلس الوزراء وكذلك مجلس النواب وكل والوزارات المعنية ومجلس الخدمة الاتحادية بالإسراع بتنفيذ توجيه السيد رئيس مجلس الوزراء وقرار مجلس الوزراء أيضا الذي حصلنا على تصويت يوم أمس وكذلك في الأسبوع الماضي بتحويل ما لا يقل عن 2000 من حملة الشهادات العليا أو الأوائل الذين سيعينون وفق قرار مجلس الوزراء وقانون الأمن الغذائي، وكذلك المتعاقدين سواء في وزارة الكهرباء أو المعينين في وزارة الصحة حسب ما بلغني السيد وزير الصحة، الإسراع بتحويلهم إلى هيئة الحماية الاجتماعية إلى وزارة العمل كباحثين اجتماعيين، لأن لدينا نقص كبير في عدد الباحثين. لدينا كما أشرت 2,700,000 حالة بحاجة إلى بحث، ولكن الباحثين عددهم 2000. لذلك نأمل خلال الأيام القليلة القادمة أن تعالج هذه المشكلة. أريد أن أتحدث اليوم مع إغلاق النافذة الإلكترونية. أيضا أريد أن أزف هذه البشرى إن شاء الله إلى عوائلنا وأهلنا الذين هم بحاجة إلى الدعم والمساندة من قبل الدولة ومؤسساتها وحسب ما كفل الدستور. اليوم انطلق الملحق الثاني من الوجبة الثامنة، واللي عددهم 118,620 مستحق للحماية الاجتماعية. هؤلاء ستكون الأموال في حسابهم في الكي كارت مع 2 كانون الأول، يعني خلال 10 أيام إن شاء الله ستبدأ الأموال بأموالهم واستحقاقاتهم بالنزول في الكي كارت، وبإمكانهم سحب رواتبهم. عدد الذين شملوا هم 118,000، وسنذكر يوم 2/8 إن شاء الله في مؤتمر صحفي آخر يوم 2/12 الفئات المشمولة، ولن نتحدث بالتفاصيل إلا حين تصل هذه الأموال إلى مستحقيها. اليوم فقط أعلن لهم أن 118,000 كملت إجراءات الشمول واستلموا الكي كارت، وإن شاء الله يوم 2/12 سيستلمون رواتبهم ومخصصاتهم الشهرية. يوم أمس أخذنا مجموعة من القرارات صوت عليها مجلس الوزراء ولله الحمد. القرار الأول هو زيادة مخصصات
هيئة الحماية الاجتماعية باحثين اجتماعيين وموظفين بنسبة 30% هي صلاحيات الوزير، وأخذنا يوم أمس أيضا موافقة مجلس الوزراء على ذلك، وستنطلق هذه المخصصات وزيادة من 1/12 أي من الشهر القادم. أيضا يوم أمس حصلنا على موافقة مجلس الوزراء على طلب وزارة العمل بتحويل مبالغ المتجاوزين على الشبكة الحماية الاجتماعية إلى صندوق الحماية لغرض توسيع الشمول. حتى أوضح شنو أهمية هذا القرار، في السنوات الستة الماضية كانت الأموال المستردة من المتجاوزين على الشبكة تجمع في صندوق الحماية، وفي نهاية السنة تعاد إلى وزارة المالية كوارد إلى خزينة الدولة، ولا تستفاد من الشبكات الحماية الاجتماعية. لذلك يوم أمس حصلنا على موافقة مجلس الوزراء، وكل هذه الأموال ستحول إلى توسيع الشمول، وإن شاء الله سنبدأ من هذا الشهر في محاولة لشمول إن شاء الله عشرات الآلاف، وفي السنة القادمة أيضا كل الأموال المستردة، لأن كما تعلمون هنالك تجاوز على الشبكة بشكل متواصل، وتعمل وزارة العمل بكل ما تستطيع من خلال هيئة الحماية وتقاطع المعلومات مع الوزارات المعنية ودوائر القطاع الخاص لحصر هؤلاء المتجاوزين للأموال المستردة. الحمد لله يوم أمس صدر هذا القرار، وستتحول مباشرة إلى توسعة للشمول من أجل شمول أكبر عدد من عوائلنا التي تستحق ذلك. أيضا تم يوم أمس تشكيل لجنة، هذا القرار يتعلق بالقطاع الخاص وبالعمالة الأجنبية، تشكيل لجنة بين وزارة العمل ووزارة الداخلية لغرض حصر العمال الأجانب المتواجدين في العراق بشكل غير قانوني، ولإعطاء فترة زمنية لحصر كل هذا العدد واتخاذ الإجراءات القانونية، والتي ستعلن اللجنة عن قراراتها خلال فترة إن شاء الله لا تتجاوز 10 أيام، وسنعلن بشكل واضح في مؤتمر صحفي إن شاء الله عن تفاصيل هذه اللجنة اللي تحصر كل العمال الأجانب المخالفين للقانون اللي متواجدين بشكل غير قانوني. وهذا سيساهم بتوفير إن شاء الله مئات الآلاف من الدرجات الوظيفية في القطاع الخاص لشبابنا العراقي العاطل عن العمل. تم تشكيل لجنة في الأسبوع الماضي، وجهت بشكل واضح وصدر كتاب هذا الأسبوع بتشكيل لجنة من معاون مدير عام دائرة حماية الرجل في هيئة الحماية الاجتماعية و3 من الموظفين لتقييم كل مدراء الفروع والأقسام في جميع المحافظات والأقضية في هيئة الحماية الاجتماعية لتقييم عملهم وتقييم أدائهم لاتخاذ قرارات واضحة تسهم بدعم شبكة الحماية الاجتماعية في أداء مهامها والوصول إلى المستحقين، وكذلك معالجة كل الأخطاء والشبهات التي تثار هنا وهناك، لأن هذه الدوائر الحقيقة عملنا يجب علينا أن نؤدي عملنا وظيفيا أولا، ويجب علينا أيضا هنالك علينا واجب إنساني أن تصل هذه الإعانة إلى مستحقيها فعلا، لأن أي تجاوز على الشبكة في الحقيقة هو التجاوز على المبادئ الإنسانية قبل أن يكون تجاوزا على الدولة وعلى المال العام وعلى مؤسسات الدولة. أصدرنا أمر في الأسبوع الماضي لإيقاف منح إجازات ورخص العمل للشركات التي تستخدم العمالة الأجنبية لحين وضع ضوابط كفيلة بأن تكون هذه الإجازات وهذه الشركات وهذه العمالة الوافدة تساعد على تشغيل شبابنا العاطلين عن العمل، وليس أخذ الفرص المتاحة لهؤلاء الشباب وإعطائها لغيرهم من غير أبناء البلد. كل هذه الإجراءات اتخذناها ونتابعها بشكل يومي. ما نريد أن نؤكده مرة أخرى أن كل هذه الخطوات هي ضمن المنهاج الوزاري والمنهاج الحكومي الذي أعلنه السيد رئيس مجلس الوزراء وصوت عليه مجلس النواب، ونحن في مجلس الوزراء نعمل كفريق متكامل مع السيد رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء لتحقيق ما وعدنا به الناس. هذه الحكومة أسميت قبل تشكيلها وحتى قبل أن يكلف السيد رئيس الوزراء بتشكيلها أسميناها حكومة الخدمة الوطنية، ونحن لازلنا على عهدنا أن نحول كل خطواتنا في هذه الحكومة إلى خطوات خدمية وإلى أفعال لا أقوال، وإن شاء الله جميع الوزارات ستعمل على تحقيق ذلك. نحن في وزارة العمل نعتبر أنفسنا نتحمل المسؤولية الأكبر في الوصول إلى الناس، باعتبارنا نتعامل مع الشريحة الأوسع اجتماعيا وهي شريحة الفقراء ومحدودي الدخل وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة. عهدنا أننا سنستمر بالتواصل مع كل هذه الشرائح حتى نوصل إليهم
ما يستحقونه من خدمة، وحتى نؤدي واجبنا الوظيفي كموظفين في هذه الدولة بعنوان وزير أو رئيس هيئة أو أي درجة أخرى، ولكننا جميعا في الحقيقة موظفو خدمة عامة. نتمنى أن نستطيع أن نصل إلى المستوى المقبول من رضا الجماهير عنا، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.